أهلا بيكم معانا. النهاردة هنركز كلامنا على جهاز معين، لابتوب HP EliteBook X360 1030G7 اللي المصادر بتاعتنا وصفته بالتفصيل. يعني الواضح من الكلام إنه جهاز بيحاول يجمع بين كذا حاجة: الشكل الحلو، إنه يكون خفيف، وكمان الأداء الكويس في الشغل. بالظبط. شكله جهاز معمول عشان يبقى عملي وأنيق في نفس الوقت. هدفنا بقى إننا نفهم أكتر إيه أهم المواصفات والمميزات اللي المصدر بيشاور عليها، والمين الجهاز ده ممكن يبقى اختيار مناسب بناء على الكلام ده. تمام. أصل فكرة إن الواحد يلاقي جهاز واحد مرن ينفع لكل حاجة دي مهم لناس كتير، شغل، تصفح، يمكن يعرضوا عليه حاجة، تصميم بسيط. فيلا نشوف المصدر ده بيقول إيه عن ال HP EliteBook X360. يلا بينا. لو مسكنا المواصفات الأساسية الأول هنلاقي إن المعالج بتاعه انتل كور i5 جيل 10. وده يعتبر كويس جدا للشغل اليومي العادي زي ما المصدر بيقول. بيشغل الدنيا بسلاسة. ومعاه كمان 8 جيجا رام DDR4. المصدر بيقول إن دي كافية لمعظم الاستخدامات، يعني برامج أوفيس، تصفح نت كتير، حتى تصميم خفيف أو تشغيل فيديوهات. تمام. والتخزين هنا، ودي نقطة مهمة فعلا، هارد SSD NVMe مساحته 256 جيجا. والNVMe ده بالذات بصراحة بيفرق جامد في السرعة، سرعة فتح الجهاز، فتح البرامج والملفات. دي بتدي إحساس مختلف خالص في الاستخدام. مظبوط. هي دي بقى حتة التوازن اللي المصدر بيلمح لها. المواصفات دي مش مجرد أرقام، لا هي متوظفة عشان تخدم استخدامات معينة بشكل كويس. يعني المعالج والرامات دول كافيين جدا للمهام اليومية، وسرعة ال NVMe دي بتشيل أي إحساس بالبطء، وده مهم قوي للفئة اللي هو بيستهدفها. تمام. طيب ده ياخدنا بقى للمميزات التانية اللي المصدر واضح إنه معجب بيها. الشاشة مثلا الشاشة. 13.3 بوصة لمس، ودقتها FHD. والملاحظة هنا إن المصدر وصف ألوانها إنها مبهرة، وكمان بتدعم القلم. حتة دعم القلم دي بتفتح استخدامات تانية خالص. إزاي يعني؟ هل المصدر وضح ده بيفيد مين بالظبط؟ هو مش بيفصلها قوي لكل فئة، بس بيربطها بفكرة المرونة. يعني دعم القلم ده يخليك تاخد نوتس بسرعة في اجتماع، أو لو طالب في محاضرة، أو حتى لو حد بيعمل سكتشات بسيطة، اللي هو بيدي طريقة تانية للتفاعل غير الكيبورد والماوس. مفهوم. وكمان النقطة القوية التانية اللي المصدر بيركز عليها هي المفصلة اللي بتلف 360 درجة. دي بقى أساسية في الجهاز ده. يعني ممكن يبقى لابتوب عادي، وممكن تقلبه يبقى زي التابلت أو توقفه كده عشان تعرض حاجة. دي تبان عملية جدا بصراحة. بالظبط. فكرة التحول دي هي يمكن المحور الأساسي في تقديم الجهاز ده. لو فكرنا في الفئات اللي هو مقترحها، مدرسين، محاضرين، ناس في البيزنس بيعملوا عروض تقديمية كتير، طبعا. المرونة دي